السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حلو قوي طعم النجاح، وحلو قوي الابريشيشن، وحلو قوي لما الناس بتشكرك وتقول لك شكرا انت عملت مجهود وانت تعبت معانا. ده حلو قوي، وكلنا كلنا كلنا بلا استثناء بنحب نسمع الكلام الحلو، بنحب نسمع كلام الشكر، بنحب نحس ان احنا متقدرين ومتشافين ومجهودنا باين ومتشاف. طيب لحظه لحظه لحظه، في ناس كتير قوي ما بيشوفوش ده او ما بيحسوش بالابريشيشن او ما بيحسوش انهم متقدرين ولا في شغلهم ولا في وسط العيله ولا في وسط الاسره ولا من الاب ولا من الام. في الحاله دي احنا ممكن نعمل ايه؟ انت خليك عارف ان ده احتياج جواك. انا بحتاج ان انا احس بالابريشيشن، بحتاج احس بالتقدير، بحتاج احس ان الناس شافت مجهودي. طب في حاله ان هم ما شافوش مجهودك، لازم انت تكون من جواك عارف ومتاكد انك تعبت وانك عملت شغل حلو، وان ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب حد ابدا. كل مجهودك اللي انت عملته متشلك ومحفوظ لك، وهتاخد عليه اجرك وهتاخد عليه الجائزه اللي تستحقها في الوقت المناسب. ممكن ما يكونش السنه دي، ممكن ما يكونش السنه الجايه، ممكن في وظيفه تانية تلاقي الابريشيشن. فده مش معناه ان مجهودك ضايع، مش معنى ان محدش شافك ان انت ما عملتش حاجه، مش معنى ان هم شافوك بس عملوا نفسهم مش شايفين او ما كانش عندهم القدره انهم يظهروا التقدير. ده مش معناه ان انت مش متقدر او ان انت ما عملتش حاجه. لازم تكون واثق ومتاكد. ده طبعا في حاله ان انت عملت اللي عليك بالظبط، مش كده ولا كده. تمام؟ فخليك واثق ومتاكد ان ربنا مش هيضيع تعبك، وانك هتلاقي التقدير ده في الوقت المناسب وهتفرح بيه وهتحس بنجاحك. خليك واثق من جواك انك طول ما انت بتعمل اللي عليك مجهودك متشال ومتقدر، هيظهر في الوقت المناسب. باي باي.